وكان السؤال اللي غير نظرة العلماء بخصوص خطر فطر كورديسيبس هو إيه اللي ممكن يحصل لو قدر الفطر إنه يتأقلم مع درجة حرارة جسم الإنسان، وخصوصاً إنه نجح في التأقلم مع الارتفاع الكبير في درجة حرارة كوكب الأرض في السنوات الأخيرة، وده بدافع من غريزة البقاء وعدم الانقراض اللي موجودة في جميع الكائنات الحية. ماثيو فيشر أستاذ الأمراض الفطرية في جامعة إمبريال في لندن أكد إن ارتفاع درجات الحرارة العالمية قد يتسبب في تطور فطريات زي كورديسيبس عشان يتكيف مع الظروف الأكثر دفئاً، مما قد يمكنها من النجاح في إصابة الجسم البشري. وأكد فيشر إن هذا النوع من الفطريات ينتج عنه مواد كيميائية لها تأثير نفسي قوي جداً يأثر على سلوكنا بشكل كبير، ويقدر كمان إنه ينتشر بين البشر. فكرة ظهور الموتى الأحياء أو الزومبي كانت مجرد خيال ظهر في أفلام الرعب، وكانت البداية في أساطير بتتكلم عن استخدام السحر الأسود لإحياء الأموات. وتطور الأمر بعد كده إلى ظهور نوع من الفيروسات اللي تم تطويرها في المعامل، واللي بتقدر تسيطر على عقول البشر عشان تحولهم إلى كائنات مخيفة هدفها الوحيد هو نقل الفيروس من إنسان مصاب إلى إنسان آخر سليم. الفكرة اللي اعتمدت عليها الأفلام هي إن الفيروسات دي بتسيطر على عقل المصاب وعلى جهازه العصبي والعضلي، بالظبط زي ما بيعمل فطر كورديسيبس مع ضحاياه من الحشرات. بمعنى تاني إن لو قدر فطر كورديسيبس إنه يصيب الإنسان، ده معناه إنه بنسبة 100% الإنسان هيتحول لزومبي، ودي هتبقى الخطوة الأولى في نهاية الجنس البشري. فهل العالم جاهز عشان يحمي البشر من خطر كورديسيبس، ولا هيجي يوم ونتفاجئ بظهور أول إنسان زومبي على كوكب؟